الفكرة دي ما بتخطرش على بال ناس كتير، سهلة وبسيطة ومش هتبهدل معاك الدنيا بإذن الله. هنسمي بالله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وهنشوي أحلى لحمة في البيت سواء كفتة أو لحمة شرايح هتنول إعجاب الجميع على الفحم وطعمها خطير. هنسمي بالله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. جنب منها سلطة الطحينة، وضربت عصفورين بحجر. عملت مع اللحمة المشوية صينية بطاطس هتاخد من طعم الشوي وهتنول اعجابكم. هتشوفوا تريكات حلوه باذن الله في الفيديو ده. لايك وشير يا حلوين علشان يوصلكم مني كل جديد. هنبدا اول حاجه المقادير سهله وبسيطه برضو. معايا طماطمتين ضربهم برضو في شبشق الخلاط، ما كانش فيهم ميه يعني، والبصله فرمت بصله كبيره وخدت منها الميه، وعصير الطماطم زي ما اتفقنا مركز معلهوش اي ميه. هنا التتبيله برضو سهله وبسيطه، ملح فلفل اسود، تقدري تستكفي بكده وخلاص. انا استخدمت كمان بهارات لحمه، بهارات الشوي، وهحط كده تركايه حلوه قوي خاصه بيا بحب احطها، حاجه بسيطه من القرفه وادعيلي. هخلط كل كده المكونات مع ميه البصل. ليه ما تستخدميش بصل؟ لان لو حطيتي التفل بتاع البصل على اللحمه هتتحروق معاكي، فالمقصود ان احنا بس نستخلص من البصل الميه بتاعته. هبدا كده اتبلها واسيبها في التتبيله من ساعتين ل3 براحتك، كل ما تسيبيها في التتبيله هتديكي نتيجه افضل. زي ما انتم شايفين قطعة اللحمة معايا شرايح كده، مش بتاخد برضو تسوية معايا كتير. قطعة اللحمة اللي بتبقى شرايح علشان ما تاخدش معاكي تسوية اللي هي الانتركوت دي تحفة في الشوي. هسيبها هنا بقول لكم هسيبها في التتبيلة. هنا بقى هحط جنب منها زي ما قلت لكم 2 في 1، مش هنرمي اي حاجة. التفل بتاع البصل وبتاع الطماطم، وعملت بطاطس كده مقطعاها الشكل الزجزاجي الحلو ده، وهنزل عليها بشوية كركم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وهظبط الملح، وبعد كده هنزل بالدهن بتاع اللحمة. انا مش هستخدم اي مادة دهنية في الوصفة دي غير الدهن بتاع اللحمة، لان شفتوا الشرايح معايا كمان ما كانتش شرايح فيها دهن كتير ولا حاجة. هنا مش هستخدم زيت ولا سمنة ولا اي حاجة. هبدأ انزل بباقي التتبيلة عليها، وهنزل كمان بالدهن هنا علشان يسيح كده على اللحمة ويديني طعم حلو قوي. في المرحلة دي فرن سخن درجة حرارة 200. باقي التتبيلة هحط عليها زي مثلا كوباية مية صغيرة، وهبدأ أنزل على البطاطس علشان البطاطس تستوي معايا. حاولي قدر الإمكان ما تبقاش البطاطس سميكة قوي. وطبعا ظبطت شوية ملح زي ما اتفقنا، والتتبيلة كان عليها البهارات، ما استخدمتش أي بهارات. بس في تركاية أنا كنت نسيتها أحطها معاكم دلوقتي على البطاطس هتعزز معايا الطعم. طبعا الدهون اللي هتسيح دي هتنزل على البطاطس. طبعا في الفرن زي ما انتم شايفين بدأت البطاطس تغلي. في المرحلة دي كانت معايا حاجة من الدقة دي زي فلفل أحمر وأخضر وتوم وكزبرة ناشفة، هتفرق في طعم البطاطس 100%. وهنا بقى كمان بدوق كده السوائل، بشوف لو محتاجة ملح هزودها كم ملحها مظبوط. هنا بقى يعني سبتها زي 10 دقايق في النار في الفرن يعني. وبعد كده بقى هبدأ أولع الفحم. مثلا لو عندك جاز حطيت زي مثلا حاجة صغيرة زي معلقة صغيرة من الجاز على الفحم، وزعتها على الفحم كله وبدأت ولعتها. هنا بقى هشيل اللحمة علشان البطاطس تاخد معايا لون ذهبي كده يعني في الفرن. وهي في الفرن زي ما انتم شايفينها حاولت اشيل اللحمة علشان هي تاخد لون معايا. وبعد كده بقى في المرحلة دي برضو هخلي البطاطس تاخد معايا طعم الفحم. هتشوفوا دلوقتي تركية سهلة وبسيطة خالص. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طبعا انا كده خلاص اللحمة مش بتاخد تسوية كتير، 10 دقايق مثلا في الفرن، من 10 دقايق لربع ساعة مش اكتر من كده علشان ما تنشفش معاكي. وهنا البطاطس خلاص دخلت في مرحلة التسوية لان هي ما كانتش سميكة. الفحم بمناسبة الفحم ما عندكيش جاز هتولعي فحماية واحدة على النار، وقبل الفحماية ما تستوي والنار ماسكة فيها كده حطيها وسط كمية الفحم. مثلا في صينية تكون عندك مستغنية عنها هتحطي فيها، أو صاجة بتاعة الفرن وهتحطي فيها شوية من الفحم وتبداي تولعيهم مثلا عندك في البلكونة أو على السطوح. أنا هنا في المرحلة دي حطيتها على البوتاجاز علشان الإضاءة وكده، وفوق منها الشفاط مفيش بهدلة ولا فيه دخان ولا أي حاجة. طبعا زي ما اتفقنا تقدري تعمليها في بلكونه او على السطوح، مش هتبهدل معاكي الدنيا، بس انا بالنسبه لي علشان بصور وكده. وتقدري تعملي الكفته بنفس الطريقه كمان، ممكن الكفته ما تدخليهاش الفرن كمان وتعمليها بنفس الطريقه. لو لاحظتم البطاطس كمان حطيت لها فحمايه بنقطتين من الزيت وغطيت عليها اخدت ريحه الفحم. وهنا برضو شايفين بقى قطعه اللحمه معايا واخده اللون الخطير ده. وبالمناسبة أنا كنت حطاها في فخار، لو عندك حاجة من الفخار مكسورة، كان مكسور عندي الفخار ده، حطيت فيه ورق ألمونيوم وولعت فيه الفحم وبستخدمه كأنها شواية. عاوزة من الحلوين أحلى لايك وشير. كنت معاكم فاتن الجندي، أشوفكم على خير.